السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ والله في كلمتين عايز اقولهم. احنا لازم كل الاهلاويه بيشوفوا الاهلي ولجنه التعاقدات والصفقات بعد المهندس عادل القيعي وصلت لحد فين. الراجل ده كان الصراحه هو رقم واحد في الوطن العربي وفي مصر للتعاقدات والصفقات، وبعد منه مفيش مدير جه بحجم باشمهندس عادل القيعي. احنا لو شفنا تاريخ باشمهندس عادل القيعي كان بيدير المنظومه لوحده، ولا في لجنه تخطيط ولا في لجنه تسويق ولا في لجنه تعاقدات ولا سكاوتنج. كان بيروح يجيب اللعيب من جوه نادي الزمالك. محمد بركات، ابو تريكه، شريف عبد الفضيل راح جابه من جوه نادي الزمالك وتعاقد معاه. سيد معوض، اسلام الشاطر، فلافيو. كان في ناس بتخش معاه زي نادر شوقي وبعض الوكلاء كانوا بيخشوا معاه يساعدوه ومن زمان. بس انتوا دلوقتي شوفوا احنا وصلنا فين. مفيش يا جماعه، يعني سواء احتراما لاستاذ اسامه هلال، امير توفيق كان على قد ما يقدر يحاول يعمل حاجه. لكن احنا ايام عدل القيعي كانت اللعيبه بتوقع على بياض التجديد، كانوا بيجددوا ويخلصوا معاه على طول. مفيش حاجه اسيب اللعيب لحد اخر يوم من انتهاء عقده عشان ما اعرفش اجدد له. انا عايز اعرف هي لجنه التعاقدات عندها بتعمل ايه. مفيش صفقات جيده خالص، حتى الصفقات الاخيره زيزو وبن شرقي وتريزيجيه كلها بمساعده كابتن محمود الخطيب، وليس لجنه التعاقدات هي اللي مخلصاها. عشان نكون صرحاء، نادر شوقي كان داخل في بعض الحاجات والخطيب هو اللي كان بيخلص الحاجات ديت. لكن احنا مفيش عندنا يا جماعه. الاهلي بعد عدل القيعي مفيش لجنه تعاقدات، كان بيدير المنظومه لوحده. وشكرا.